فهموا، اللي ما فهمش يسأل، ما في حتى مشكلة. البركة يعني مثلا شيء فيه خير كثير. وش البركة؟ هذا وش معنى التبرك؟ التبرك قلنا البركة من الله وحده، لا نبي ولا صحابي ولا ولي ولا شجر ولا حجر يملك إعطاء البركة. البركة من الله، هذه أول قاعدة الدين. ثانيا قلنا التبرك مشروع وممنوع. المشروع أن تطلب البركة من الله سبحانه، يعني تقول يا ربي بارك لي في أهلي، في رزقي، في مالي، في وقتي، في جهدي وغيرها. الثاني تتبرك بشيء ثبت في الشرع أنه مبارك، جاء في القرآن أو في السنة على أن هذا الشيء مبارك، وتتبرك به بالصفة المشروعة. مثلا من الأمكنة المباركة مثلا المسجد الأقصى، انتبهوا معي، مثلا المسجد الحرام مكان مبارك. البركة التي في المسجد أو في الكعبة أو في المسجد الحرام، البركة تنال بالجلوس فيه، الصلاة فيه ب100,000 صلاة، أداء النسك فيه من أركان العمرة أو من أركان الحج. أيضا الدعاء موطن أو أحرى أن يستجاب فيه الدعاء وغيره، هو من المساجد. هذه هي البركة الموجودة في الكعبة. الناس تخطئ في هذا، كاين الناس بزاف يروح يتمسح على الكعبة ويقول لك نتبرك بها. صح، الكعبة أو المسجد الحرام مكان مبارك، لكن لابد أن تتبرك به بالصفة المشروعة التي جاءت في الشرع. الصفة المشروعة اللي جاءت فيه هي أنك تجلس فيه، تروح تصلي ذنب، تروح تطوف حوله. هذا هو التبرك المشروع، فيحصل لك الخير ويحصل لك السكينة وتنال الأجر ومضاعفة أجر الصلاة وغيره. هذا هو التبرك. أما أنك تروح تتمسح بالستار تاع الكعبة ولا تمسح بالأرض كما رانا نشوفوا، والله مثلا يروح لهذاك وراه مقام إبراهيم اللي راه ماسك بالاصفر، يبدا يتمسح بيديه ويمس الزجاج. كل هذا من المخالفات ومن الشرك، اتركوا ننبهوا عليه. ايضا من الصفه المشروعه في التبرك بالكعبه انك تمس او تمسح الحجر الاسود وتمسح الركن اليماني فقط، هذا مكروه. اما السائر مثلا ستار الكعبه او الارضيه او الجدران او غيرها فلا يجوز التمسح به بنيه التبرك. فهمتوني؟ يعني معناته الانسان يغلط، يقع في الشرك لو انه يروح يبدا يتمسح في الحيوط، يتمسح في جدار الكعبه وغيره. التبرك المشروع في الكعبه انك تنال الاجر والمثوبه والخيرات وتتمسح او تمسح الركن اليماني وتمسح الركن او تمسح الحجر الاسود. والبركه في الحجر الاسود والركن اليماني كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحطان الخطايا، يعني إذا مسحت الحجر الأسود أو الركن اليماني فإن الله عز وجل يحط عنك الخطايا حطا. هذه هي البركة تاعه. أيضا العلماء قالوا من بركة الحجر الأسود أن التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قبله وقال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلت. فهذه هي بركة التعبد لله سبحانه وتعالى. مثلا من الأشياء المباركة مثلا ماء زمزم.